الاهلي بيكسب المصري 2-0 وبيتصدر الدوري بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز والمصري وسيراميكا. 5 فرق بينافسوا بعض في الدوري المصري عكس نسخ الدوري القديم. بس بجد شابوه للمصري اللي كان لعبه حلو النهارده، بس انت في الاول وفي الاخر بتلعب الاهلي مش بتلعب الزمالك اللي كسبته 1-0. شايف الكرة دي المفروض ضربة جزاء والشناوي غلطان برضو فيها. والكرة دي طبعا هتسبب حرقان كبير للزملكاوية وطبعا للناس اللي بيشجعوا المصري، بس في الاول وفي الاخر هي غلطة الحكم. نيجي بقى لتقييم اللعيبة واللي برضو لسه فيها اصفار. الشناوي 0، ياسر 5، داري 3، عطية الله 6 عشان الركلة الحرة وعشان برضو اداء كان بدأ يتحسن شوية مش زي الاول. كمال 3 على رقم تيشيرتك ما بتقدمش حاجة. مروان 10 خد مان اوف ذا ماتش الماتش ده فبرافو 10 بصراحة. السولية هو بيدي معنويات اللعيبة لكن أداؤه في الملعب مش مؤثر قوي ف4. إمام عشان ضيع الانفراد، هو أداؤه كان جامد الماتش ده وبدأ يحسن ومبقاش يركز مع الجمهور وسيب كهربا بقى. إمام 8، الشحات 0 صراحة، تو 0، وسام 5، البدلاء خالد عبد الفتاح 0، رامي لا تقييم ما عملش حاجة، أكرم 3، قفشة 2، كريم الدبيس 4 عشان بيلعب في مكان مش مكانه ومخليه يلعب وينج. كولر اللي هيضحكنا دلوقتي كولر من 10 والله مضحك، والله ما بيعرف يطلع بالكرة اصلا، مش عارف يطلع بالكرة.